السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في لحظة جديدة من لحظة طمأنينة. بعد ما فهمنا إن مش دورنا نحكم ولا نقارن ولا نقرر مين أحسن، نيجي عند الحقيقة اللي بترجع الروح. ربنا فاتح بابه، عمره ما بيقفله حتى تطلع الشمس من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني مهما الذنب كان امتى وفين وازاي، الباب لسه مفتوح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لله أشد فرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى الشجرة فاضطجع في ظلها أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. تخيل الفرح ده، ربنا بيفرح برجوعك قد إيه. في قصة تهز أي قلب. رجل قتل 99 نفسا وسأل: هل لي من توبة؟ قال له العابد: لا. فقتله وكمل الميت. وبرضه ربنا ما قفلش الباب لما راح لعالم حكيم قال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ اترك القرية الفاسدة ووجهه للطريق الصح. ومات وهو في الطريق، فربنا قبل توبته. يعني ايه؟ يعني مش بعدد الذنوب، بصدق الرجوع والتوبة والصدق مع الله. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال له: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله، فاعبدوا الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكمان شوف الرحمة دي، النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن امرأة بغي، يعني كانت في ذنب عظيم وكبائر، شافت كلب بيلف حوالين بئر العطش هيموته، فنزعت خفها وسقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيفه بركييه كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل نزعت موقها فسقته، فغفر لها به. سائته بس رحمة واحدة صادقة رجحت ميزان عمر كامل من المعاصي والذنوب والكبائر. وتفتكر إن الرحمة دي بعيدة عنك؟ أكيد لأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. دمعة واحدة طلع من قلب صادق في الليل ممكن تحمي صاحبها من النار. عشان كده أخطر حاجة نعملها إننا نقفل باب ربنا في وش حد أو نحكم عليه من شكله أو ماضيه. إحنا مش أصحاب الجنة ولا النار ولا مفاتيح القبول، كلها بإيد ربنا وحده. ربنا قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني لو قلبك وجعك، لو حاسس بتقل، لو فاكر إن اللي فات كتير، ده مش دليل بعد، ده دليل إن القلب لسه حي وإن قلبك عايز يتوب.
التوبة مش للكاملين، التوبة للمنكسرين. ارجع حتى لو رجعت 1000 مرة، ربنا عمره ما يمل حتى نمل. احنا اللي بننسى رحمته. يا رب توب علينا لنتوب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل الذنوب والمعاصي والتقصير، وأنت أهل الجود والكرم والفضل والمغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتولنا وتجاوز عن سيئاتنا وابدلها حسنات، وعاملنا بفضلك وإحسانك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. لو الكلام ده لمس قلبك، اكتب يا رب توبة ترضيك عني، توبة نصوحة لا أذنب بعدها أبدا. واعمل لايك وشير وتابعنا وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا ليك، وصل على اللي هيشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.